السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ من آخر فيديو كنا مع بعضينا وآخر وصفة، يا رب تكونوا جربتوها وتكون عجبتكم. النهاردة كده بقى هنعمل سلطة الرنجة بطريقة سهلة وبسيطة وحلوة بقى، وبصوا مشبعة وبتأكل ومقولكيش لكل بقى محبين الرنجة. أنا متهيألي مفيش حد ما بيحبش الرنجة. لو حد ما بيحبش الرنجة يقول لي، بس يعني ما فيش حد ما بيحبش الرنجة. انا من عاشقة الرنجة والفسيخ يا حبايب قلبي. بصوا بقى كده، كان معايا رنجتين يعني نص كيلو شوية كده، وقلت مش هشويهم المرة دي خالص، انا هسلخهم كده من جلدهم على طول بالطريقة اللي انتوا شفتوها دي، على طول سهلة وسريعة وبتطلع من الجلد على طول. اي حاجة بقى باقية كده في الجلد ولا حاجة بشيلها بالسكينة كده بكل سهولة. هعمل بقى الرنجتين بتوع كده، اسلخهم من الجلد بتاعهم. انت حابه تشويهم، بتحبي طعم الشوي اكتر فيهم، وانا بحب برضو طعم الشوي. بس مادام ما يعني تبوظي بقى البوتاجاز وكده، في ناس بتعملها على الصينيه من فوق مش على عين البوتاجاز، يعني بتحط صينيه على عين البوتاجاز وبتشويها، بتحافظ لك على البوتاجاز بتاعك. قلت بقى النهارده كده نجدد، وكان نفسي فيها من زمان ومفيش حد مشجعني خالص من الاولاد. قلت لا والله لا انا عاملاها. بص بقى، الخضار بقى اللي انت حباه حطيه في السلطه بتاعتك. انا عندي هنا فلفل رومي، تمام، هقطعه كده زي مكعبات صغيره زي اللي بنعملها في السلطه كده بس اكبر شويه، تمام، عشان وانت بتاكلي كده مع الرنجه تعرفي تمسكيها وتحسي ان انت ايه، ضايقه الخضروات فيها، تمام. ففلفل اخضر، انت بقى عايزه تحطي فلفل الوان احمر اصفر برتقاني، اي لون مع الاخضر ده بتبقى حلوه، والقيمه الغذائيه برضو بتاعتها حلوه. الرنجة برضو في ناس بتبص لها ان هي رنجة وكده، يا جماعة مش مغذية، ده دلع، ده الكلام ده لا، على فكرة فيها كمية فيتامينات ودهون طبيعية جميلة جدا جدا جدا، زي التونة بالظبط وزي السلمون، لا تقل أهمية عنهم على فكرة، وجميلة وعلى قد الإيد، وتقدري ايه ان انت تشتريها. انا عندي هنا بصلايه كده كبيره برضو اقطعها، بحب البصل جدا جدا فيها، بتدي طعم خالص. والليمون بقى كتروا في الليمون، يدي في الليمون. رنجة، فسيخ، ملوحة، أنشوجة، سردين، ليمون وزيت، اي حاجة من انواع الاسماك دي. انا خلصت البصل قطعته طبعا وحطيته على الفلفل، امسك بقى الطماطم واقطعها عليها. واخر حاجة بقى يا حبايب قلبي، همسك برضو الرنجة اللي انا كنت مفصفصاها معاكم كده، مش هخليها بالطول دوت، لا هقطعها برضو كده ايه مكعبات صغيره برضو، علشان وانتي بتشيلي اللقمه كده تعرفي تاكليها. جربي سلطه الرنجه دي، جميله جدا وموفره، بترمي معاكي يعني لو في عدد ولا حاجه، بترمي برضو معاكي، غير لما انتي تاكلي الرنجه بالليمون والزيت كده مثلا والطحينه بس كده بالعيش. فجميله جدا. الليمون بقى بقولك كتري ليمون على قد ما تقدري، الليمون والزيت، والزيت يكون نوعه حلو ونضيف، هيبقى تحفة. مين بقى بيحب الرنجة زي كده يا حبيب قلبي؟ اللي بيحبها يكتب لي بقى في التعليقات، وما تنسونيش بقى في اللايك والشير وكومنت حلو منكم ليا، علشان انزل لكم وصفات تانية كتير. انا مش عارفة بقى يعني لو حد من حبايبي اللي بيتفرج عليا من بره مصر عندهم الرنجة او بيعملوها بالطريقة دي، لو عندكم اعملوها بالطريقة دي مش هتندموا، هتشكروني عليها جدا، هتحبوها جدا جدا جدا، مش هتبطلوا تعملوا الرنجة بالطريقة دي. بس قطعتها كده مكعبات وهنزل بيها على السلطة اللي انا عاملاها. هي مسمينها سلطة رنجة عشان انتي بتحطيها اصلا على سلطة، يعني ممكن تقطعي برضو معاها خس كده صغير خالص بقى، يعني تقطعيه رفيع جدا. عودين خاص كده برضو بيبقى حلو. طبعا بقى احنا حاطين فيها كل حاجة، فمش محتاجين ان احنا نحط مثلا ايه بصل بره. عايزة بقى تحطي جنب منها بصل اخضر ولا حاجة حطي برضو بيبقى حلو. عايزة تقطعيه في قلب السلطة اللي احنا عاملينها قطعيه بيبقى حلو. انا ساعات بقطعه لما بيبقى عندي بقطعه ما بخلوش بره، بيبقى كله كده ميكس مع بعض، وبتشيلي اللقمة كده بقى بالسمكية الرنجة بالخضروات بكده،
بالليمون بالزيت بيبقى تحفة. جربوها بقى، وحبايبي اللي في كل حتة متابعيني حبايب قلبي يجربوها. متنسوش تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفي قناتي، ويدفع عليك الجرس عشان يوصلك كل جديد من هبة الخضري. كده حطيت بقى الزيت بعد الليمون، وخلاص بقى. انت لو حادقه حطي على طحينه، لو وسط خلاص تمام، على حسب بقى ايه ذوقك. انت بتحبي الحاجه حادقه قوي او كده، عايزه تحطي قرن شطه حطي، عايزه شطه ناشفه حطي. مع السلامه، يا رب تعجبكم.